أستاذ أبو طالب شبوب، القراءة السياسية الآن هذه القضية مهمة جدا بالنسبة للنظام الجزائري. كيف نفهم ردة فعل الإعلام الجزائري وما يسمى الناطقين باسم السلطة والذين هللوا بنجاحات دبلوماسية تخص هذا القرار؟ يعني عندما تشاهد الامتدادات غير رسمية للنظام في الميدان الإعلامي تجدهم فرحانين أن هنالك نصرا تحقق وهنالك تعديل على الوثيقة. جميل جدا، أنا أصدقكم. طيب ما دام تحقق النصر لماذا لم توافق على الوثيقة؟ أعطيني كلام يمكن أن أشتريه، يعني أعطيني بضاعة سهل أن أتداول معها. طيب إذا ما تحققش ما تريده من الوثيقة ما لازمش تحكي لي عن النصر، احكي لي على أي شيء آخر غير النصر. أما أنك في نفس الوقت تحكي لي قال والله عدلنا الوثيقة وفي نفس الوقت ماهيش عاجبتنا، يا عدلتها يا مش عاجبتك، ما يركبوش مع بعض. النقطة الثانية، المشهد بالأمس كان كالتالي: هنالك تحديد للوجهة النهائية للمسار، أنه بذكر الحكم الذاتي 4 مرات في القرار المعتمد تم تحديد الوجهة النهائية لهذه المسار. أنت بدل أن تناقش هذه الوجهة النهائية، ما الذي يفعله الإعلام؟ قاعد يتحدث على تفاصيل، النهاية واحدة. كل نقاش إضافي الآن يغرق في التفاصيل، هدفه التشويش على المأساة الحقيقية بالنسبة للسياسة الخارجية للرئيس تبون. لو أضفنا إلى ذلك الموقف الروسي والصيني، كانت هناك جولات ولقاءات بين وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ووزراء خارجية الصين وأيضا روسيا. كانت هناك اللقاءات العلنية وكانت تسريبات على مشاورات يعني بين السلطة في الجزائر وحليفتيها الاستراتيجيتين. يعني في النهاية كيف نفهم هذا التصويت، يعني مع الإشارة أنه عبر التاريخ وجود الدولة الوطنية الجزائرية كل قرارات مجلس الأمن التي لا تخدم الجزائر كانت تصوت، كان الفيتو الروسي موجود يعني، وأيضا الصيني. ما الذي حدث؟ بالتالي الصين صوتت منذ مدة، منذ أن بدأت الاستثمار في ميناء طنجة. منذ ذلك الحين بالنسبة لشخص عاقل يعرف بأن الوجهة بالنسبة لها تغيرت. هذا بالرغم من استثمارات أيضا في الجزائر. لا توجد استثمارات ضخمة في الجزائر، يعني كان عندهم ميناء جنجن، كان عندهم ميناء شرشال، الحوض العميق لميناء شرشال، والحمد لله يعني جماعة الرئيس تبون ألقوا المشروع، فذهب الصينيون للاستثمار في طنجة. وبالأمس رد الصينيون الجميل لجماعة الرئيس تبون، لأنه مداخلة المندوب الصيني كانت مداخلة لا تعترض، تقدم ملاحظات ولكنها لا تعترض على المسار العام. الآن بالنسبة روسيا قد يعني أعلنت موقفها منذ فترة، لأنه خلينا نتفاهموا على منطق. من هو الشريك الأمني لروسيا في منطقة الساحل والصحراء والمغرب؟ ما حدث في بوركينا فاسو، ما حدث في مالي، ما حدث في باقي دول الساحل والصحراء كان تحالفا سياسيا بين روسيا والمغرب. 2. لكن المعروف في الجزائر وما يكتبونه الآن أنه روسيا هي الحليف الاستراتيجي للجزائر في المنطقة. طيب هل هذا الكلام يعني هناك مليارات من المال الجزائري؟ وش مليارات؟ يعني 5-6 مليار كل سنة يشريوها أسلحة من الروس. 5-6 مليار هذه يشربها بوتين قهوة، مش دراهم بالنسبة لي. 2. أنت كل حلفاء روسيا في المنطقة دول الساحل والصحراء أنت في خصومة معهم. كيف تصنف نفسك حليفا لروسيا وأنت مخاصم كل حلفائها؟ ما تمشيش. إذا كنت متوهم أنك ما زلت حليفا لروسيا، راك ما قريت سياسة خارجية، ما قريت علوم سياسية، ما عندك حتى قدرة على استشراف الوضع. النقطة الأخرى، وهذا الذي لا يتحدث عنه الإعلام الجزائري، روسيا اشترت حقوق الصيد في الصحراء الغربية من المغرب، يعني حاضرة في ذلك المكان. إذن أصلا فكرتك على أنهم حلفاء عندما يقدمها الإعلام الجزائري هي فكرة مناقضة للواقع، والدليل أن روسيا هي اللي حلت المشكلة في مجلس الأمن، بداية من لافروف في ندوة الصحفية الشهيرة قال إن الحكم الذاتي هو أحد أشكال تقرير المصير.